ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ دي هتكون سيشن الاي يو سي الامريكان يونيفرسيتي ان كايرو. معانا النهارده باشمهندسة هاجر شرقاوي، ميجور داتا ساينس ماس، وكو 28 في الاي يو سي، وحد من الرول موديلز ليا انا شخصيا يعني الصراحة، ومن الناس اللي كنت بستشيرهم ده دايما. كلام كبير قوي. من الناس اللي كنت بستشيرها في كل كبيرة وصغيرة الصراحة، فيعني دي من أتقل السيشنز اللي احنا ممكن نكون عملناها أو هنعملها عموما يعني. ازيك يا هندسة؟ الحمد لله زي الفل. طيب ممكن تعرفينا بنفسك وبخلفيتك الدراسة شوية، علشان أنا عارف إن أنت كنت ثانوية عامة عربي، فكنت عايز إن احنا نجيب دي في السياق شوية. آه ماشي اوكي. زي ما انت قلت انا هاجر. دخلت الجامعة فول 2024. بدرس داتا ساينس وماس. آه وانا كنت ثانوية عامة، وكنت اوائل ثانوية عامة، مش اوائل يعني، كنت من اول 500 على الجمهورية. واخدت منحة بي اس اس اف في الاي يو سي فول سكولرشيب. بس كده. اوكي تمام. طيب دلوقتي اللي انا اعرفه عنك يا هاجر انك كنت اتقبلتي في كذا حاجة تانية غير الاي يو سي، مظبوط؟ اه بالظبط. طيب ليه اخترتي ال AUC بالذات كحد كان عايز ان هو يميجر في CS او AI او ماس عموما، فاشمعنى ال AUC بالذات؟ طيب اوكي. هو اول حاجه انا كنت اصلا يعني عندي priorities في الجامعات، فكان بالنسبه لي الاي سي is a top priority. واتقبلت زي ما قلت لك في حاجات تانية، بس كانت الاي سي بالنسبه لي top priority بصراحه، عشان الميجر هنا اولا ميجر data science، ميجر جديد. والدكاتره مهتمين بيه قوي يعني. هو ميجر الماثماتكس، فالاتنين بصراحه كانوا potential قوي جدا يعني. وبرضو الجامعة عموما يعني، بيئة الجامعة، الناس، ال student activities، ال community، وهكذا. كل الحاجات دي كانت من ضمن العوامل يعني. بس. اوكي تمام كويس جدا. طيب دلوقتي انت كنت ثانوية عامة عربي، مظبوط؟ اه اعمل طيب ايه؟ دلوقتي وبتدرسي دلوقتي في ال AUC اللي هي الجامعة بتاعت خلف الدهشوري خلف، فحاجة واو جدا يعني. فدلوقتي في نقلة حضارية وثقافية وعلمية ما بين الاتنين دول، ان انت تنقل من ثانوية عامة عربي آه، في مثلا في الصعيد، لانك تروح ال AUC بنظام مم. امريكان في الدراسة وفي الشغل وفي كل حاجة. فازاي قدرتي تتعاملي مع حاجة زي كده، وكانت تجربتك في حاجة زي كده عاملة ازاي؟ ماشي. this is a long story يعني. أول حاجة، أنا لما جيت الجامعة أول مرة في السنة اللي فاتت، الموضوع كان صعب قوي. يعني الموضوع كان صعب جدا، من ناحية إن كانت صدمة يعني. دي أول حاجة. بس الصدمة ما كانتش قوية قوي، عشان الناس اللي حواليا كانوا كلهم من نفس الطبقة الاجتماعية والثقافية وكده. فما كانش فيه فرق قوي عن الناس اللي كنت بحتك بيها احتكاك مباشر. ما كانتش الناس اللي أنا اتصدمت بيها. بس اتصدمت بقى من إن كل الناس هنا يعني مش ما فيش ناس كتير افريج. أغلب الناس يا إما توب، وده الناس اللي أنا احتكيت بيها يعني، الناس اللي كانت من نفس المستوى الاجتماعي والثقافي وكده، كانوا كلها ناس توب. فالموضوع كان competitive قوي. فده اللي كان صدمة يعني، أكتر منه صدمة حضارية كاختلاف ثقافة وكده يعني. آم، بس قول باقي السؤال، عشان أنا حاسة إن أنا ما جاوبتش السؤال كله. هو انا كنا بنتكلم على الكالتشر شوك، ان رايحين من الصعيد للاي بي سي، ففي كالتشر شوك اكيد كبيره موت. وكنا بنتكلم برضو على حوار الدراسه، ان احنا اتنقلنا من ثانويه عامه عربي حكومي للنظام الامريكان، خاصه في الجامعات يعني، فاكيد الموضوع صعب جدا يعني. اه ماشي. نفس برضه كنت عايزة أقول حاجة بخصوص الدراسة. هو عامة يعني أنا شايفة بصراحة كهاجر هنا في الجامعة، إنه ثانوية عامة يعني ده كان بالعكس بقى، كان على عكس موضوع الثقافة اللي أنا اتصدمت بيه.
موضوع الدراسة، يعني احنا كثانوية عامة وستيم يعتبر هما أكتر شهادة أعلى مننا يعتبر، بس احنا بعدهم على طول. في قوة الشهادة مش كشهادة بس كم المواد اللي احنا بناخدها. يعني احنا بنبقى exempted من مواد اوتوماتيكلي. بنبقى يعني انا كنت exempted من calculus 1 اوتوماتيكلي من غير امتحان ولا حاجة. واخدت exemption chemistry 1 كان متاح لي، وكان متاح لي exemption physics 1 برضه. فاحنا متاح لنا exemptions كتير. ستيم اعلى مننا شويه ان هما بيبقوا exempted اصلا اوريدي physics 1 من غير امتحان. احنا بنمتحن الامتحان بس، يعني ده الفرق الوحيد. وبيبقى متاح لهم امتحانات تانية مش متاحة لنا يعني. بس ك اللي هما calculus 2 برضو بيبقى متاح لهم ان هم يمتحنوا منه exemption. بس يعني في العموم احنا الثانوية عامة بحس ان هي كقوة شهادة في المواد العلمية بالذات. انا برضو هتكلم عن جزء المواد اللي هي الأدبية او الكتابة وكده. المواد العلمية بحس ان احنا عندنا potential اقوى او advantage اكبر عن الشهادات التانية زي اي جي او كده يعني. آم، هو الصوت واضح ولا بيقطع؟ الصوت واضح، الصوت واضح، انا سامعك بس. ماشي. فزي ما قلت كان بيبقى اقوى من اي جي او امريكان او كده. بالنسبه بقى المواد الادبيه مثلا لو حاجه فيها كتابه او حاجه فيها رايتنج او كده، آه، ده كان عائق كبير قوي. يعني ده كان مستواي كان اقل مستوى يعتبر في الكلاس كله، عشان اغلب اللي حواليا برضو اي بي واي جي وامريكان وكده. دول كانوا بيبقوا اقوى بصراحه في جزء الريتوريك والكتابه والكلام ده. مهم. لان هم متعودين هم بيكتبوا كتير وبيكتبوا بالانجلش كتير، فمستواهم اعلى طبعا. بس فده كان الجزء الوحيد اللي احنا كان يعني ممكن يبقى لينا ديس ادفانتج فيه كثانويه عامه. ممكن برضو ستيم يبقى عندهم اعتقد خلفيه اقوى شويه عشان بيبقى بيكتبوا ريسيرش وكده. كتير منهم بيعمل كده يعني. آه، بس فاعتقد ان هم ليهم برضو ادفانتج يعني. بس ده من ناحيه الدراسه ككل يعني. اوكي، لكن النقلة من في المواد الساينتفك من عربي لانجليش ما كانتش عائق كبير ولا؟ لا بالعكس، ما كانتش عائق. وانا كنت لغات يعني قبل ما ادخل ثانوي كنت لغات، فالموضوع ما كانش عائق قوي يعني. اتعودت بسرعة. ما كانش موضوع. كان في الأول يعني بنقل من لغة لتانية زي ما نقلت برضو من انجلش لعربي قبل ما ادخل ثانوية عامة. آه، بس يعني في الآخر هو كلها شهر مثلا ولا حاجة واتعودت عادي. اوكي تمام، لكن لو حد كان اصلا طول عمره حكومي عربي فممكن يواجه صعوبة في النقلة دي. اه يعني كان في حواليا كانوا طول عمرهم عربي كانوا بيعانوا شوية. بس برضو في الآخر كلنا دلوقتي في نفس المستوى عادي. بعدها يمكن بقى بعد أول ترم مثلا. اوكي تمام. طيب، هل يعني دلوقتي انت قلتي بالنسبة للكوميونتي بتاعك انت قلتي ان المكان ما فيش كالتشر، يعني انت قلتي ان في كالتشر شوك حبة، فازاي قدرتي انك تتعاملي مع ده؟ اه ازاي قدرت اتعامل كنت بصراحة يعني كان ابروتش غلط في الاول ان انا كنت بافويد التعامل اصلا. يعني ده كان حاجة غلط كنت بعملها. آم، مم. يعني غالبا في كذا كلاس كنت المحجبة الوحيدة اللي في الكلاس، فكنت بحس شكلي مختلف. فاهمك اه. بس بعدين لقيت الموضوع ان هو عادي، وان اغلب الناس اللي زيي بتأدبت عادي مع الموضوع يعني مع الناس عادي وتتعرف عليهم عادي وهكذا. فانا بدأت اخد نفس الخطوات يعني، وبدأت أتعرف على الناس عادي. ولقيت إن الناس بتتقبل الموضوع جدا. بالعكس يعني مش بيشوفوني كأني مختلفة زي ما أنا شايفة نفسي مختلفة عنهم. أه ولقيت إن الناس بقت فريندلي جدا عادي. يعني كنت فاكرة إن هو لا، يبقى شكلي مختلف وكده فمحدش هيرضى مثلا يبقى قريب مني أو كده. بس لا، الموضوع طلع عكس كده خالص كمان. اوكي فهمتك، يعني انت دلوقتي كنت بتاخدي الابروتش الغلط ان انت تتجنبي التعامل، وبعد كده بدأتي واحدة واحدة ان انت تتأقلمي شوية، فكده بقيتي عارفة تتعاملي عادي. بالظبط اه. طيب، حابة ان احنا دلوقتي نخش في حتة المنح اللي هي بتاعة الاي سي، ولا نتكلم عن الاي سي عموما اكتر؟ لو عندك أسئلة تانية عن ال AC أوكي. وبعدين ندخل في حتة المنح عشان هم مش هقول حاجات كتير يعني. هم كذا حاجة هقولهم كذا بوينت وخلاص يعني. فممكن نتكلم عن الجامعة عموما. اوكي تمام. طيب، انا دلوقتي مثلا لو انا هنتكلم على ميجر زي السي اس او الاي اي عموما او الماس،
مفيش ناس كتير قوي بتميجر ماس غير الناس اللي بتكون في كلية علوم، وبيبقوا قليلين برضو مهم. اللي بياخدوا الميجر الماس، مش بياخدوا الميجر السي اس. مهم. ف برضه هيكون المقارنة مش أحسن حاجة، فخلينا نركز على السي اس والاي اي أكتر. اوكي. دلوقتي هل الفرق في اللابس والفرق في الشرح والفرق في الماتيريال، هل هو في جاب عملاقة ما بين الشخص اللي بيدرس ميجر زي ده في كلية حكومة، ولتس انها كلية حكومة عالية، يعني مش هنقول انها مثلا لسه فاتحة او اي كلام، نقول زي عين شمس، القاهرة، الكليات اللي هي بقى لها حبة وتقيلة فعلا. فهل لو حد بيدرس مثلا داتا ساينس في الاي سي وجي يدرسها مثلا في عين شمس او القاهرة، هل في جاب كبيرة ما بين الشخص ده وده، ولا الموضوع مش بيمشي كده؟ طيب اوكي، هقول لك حاجه انا مقتنعه بيها يعني، ودي انا حاجه مقتنعه بيها من experience مش من رأي شخصي يعني. وهي ان الجامعه عباره عن community. هي جامعات عموما، يعني فكره الجامعه نفسها مش الاي يو سي. فكره الجامعه نفسها عباره عن community بس مش اكتر. الماتيريال كلها موجوده اونلاين. الدكاتره محدش بيحضر لهم اصلا. وكمان بيحضروا الدكاترة أصلا بيدرسوا في نفس الجامعات. يعني الدكاترة بتوعنا بيدرسوا في جامعات حكومي عادي، والدكاترة في جامعات حكومي بيدرسوا عندنا عادي. فالدكاترة موجودين في كل حتة عادي. آم، الماتيريال موجودة زي ما قلت لك في كل حتة. فاللي بيفرق حاجة عن التانية هو الكوميونتي. مهم. لو انت حواليك كوميونتي قوي هتأدي أداء قوي جدا. يعني مثلا أنا بشوف الناس اللي في كوميونتي القاهرة وعين شمس، بشوف ناس جامدة قوي يعني، تكاد تكون بجمدان الناس اللي عندنا في الجامعة. ليه؟ عشان الكوميونتي عندهم قوي، ويمكن أقوى من عندنا كمان. الكوميونتي هناك قوي 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 يعني. وطبعا بيعتمد على قدرات الواحد. يعني لو برضه مش عايز أو ما عندوش قدرات، فمش مش ما عندوش سكيلز، مش هيعرف يكمبيت مع الناس دي. ف مهم. زي ما الموضوع كله كوميونتي. الناس اللي حواليك، يعني الناس اللي حواليك هي اولا هي اللي بتزقك ان انتوا تعملوا حاجه، او ان انتوا تبقوا حاجه. او انت مثلا بتشوف ناس راحت اماكن، فبتعرف تسال هم راحوا الاماكن دي ازاي، وهم بيحاولوا يساعدوا الناس اللي قبلهم وهكذا. ف it's just all about connections و network و community زي ما قلت لك. مهم. بس يعني مثلا برضه هقول لك مثال community ال problem solving ال ICBC او ال ECBC في الجامعات عموما. الكوميونيتيز القوية في الجامعات، يعني لو في جامعة فيها community قوي، هتلاقي الجامعة دي عموما في الاندستري قوية برضه. علشان الناس اللي بتبقى هناك بتبقى أغلبها ناس dedicated، وناس committed، ويبقى عندهم سكيلز عالية قوي، problem solving skills حلوة قوي. ف فاسمه ايه ده، فالناس اللي بتبقى معاهم في الكوميونتي بتبقى ناس قوية، فبالتالي بتطلع الاندستري بتبقى ناس قوية برضه، وهكذا بيزقوا بقى الناس اللي بعدهم وهكذا يعني. بس فسؤال about community، فما فيش فرق أعتقد في الماتيريال. بالعكس، احنا عندنا الماتيريال أصلا أسوأ بكتير. مش أسوأ يعني، بس أخف بكتير من جامعات بره، من القاهرة وعين شمس. وكمواد احنا عندنا مواد أقل بكتير جدا. احنا بناخد 4 مواد ماكسيمم ميجر في السمستر. ممكن ناس تاخد 5، بس ده بيبقى استثناء يعني. آه، بس فالمواد عندنا قليلة جدا، مش نفس المستوى العلمي اللي في القاهرة وعين شمس. ولكن زي ما قلت لك، اللي بيفرق عندنا هنا الكوميونتي. يعني الناس اللي بتطلع من عندنا هنا مثلا بتروح أماكن بره أو كده، بتريفير الناس اللي قبلها وهكذا، وبتجايد them through the process، يعني سواء application interview الحاجات دي. فعشان كده هم يعني تلاقي مثلا خريجين جامعة معينة بيبقوا موجودين في شركة معينة أو في مكان معين أو في بوزيشن معين كذا يعني. مهم. بس يعني احنا دلوقتي لو لو في حاجة مش جينا. واضحة قولي عشان أعرف أشرح برضه. ايه؟ لو في حاجة مش واضحة قولي عشان أوضحها أكتر. لا لا، اوكي، كله تمام لحد دلوقتي. بس انا دلوقتي يعني انا لو هاجي للماتيريال العلمي، فانا دلوقتي هاخد كونتنت اقوى واتقل في الحكومي عن ان انا اخش في الاي يو سي. مظبوط كده؟ اه، بس برضه في حاجة أنا نسيت أوضحها. امم. هو هنا بصراحة في وسائل مساعدة كتير جدا. لو أنت مثلا عطلت في حاجة، فهتلاقي ألف مين يساعدك، سواء بقى teaching assistants في undergraduate. يعني teaching assistant اللي هو بيبقى معيد، اللي هو graduate.
او undergraduate يعني طالب زينا بيساعد. عندنا peer tutoring يعني one to one session بتدخل مع حد برضو undergrad زيك بس بيقعد يشرح لك. والسيشن دي بتبقى حاجه فورمال انت بتروح تحجزها. الدكتور نفسه بيفتح لك اوفيس اورز بتفضل يعني بتفضل معاه ممكن ساعتين مثلا يشرح لك. آم، بس فبيبقى في وسائل مساعده كتير جدا هنا في الجامعه. وكمان الاسسمنت بيبقى يعني مثلا لو عندك اسايمنت او كده صحح واحد لواحد برضو التي اي او teaching assistant بيصححوا. فانت يعني مثلا لو انت في حاجه انت معترض عليها في التصحيح او كده هتروح تقول له مثلا انت ليه مصحح لي دي غلط او كده وتقعد تناقش معاه في الاجابه عادي. فما مهم. اعتقدش ان ده هيبقى حاجه متاحه لو العدد كبير. ومش متاحة بس برضه فدي في حاجه الحكومي يعني. يعني لو العدد كبير فمش ما اعتقدش ان حاجه زي كده تبقى متاحه. اعتقد لو في جامعه خاصه او كريدت الموضوع بيبقى احسن شويه بس. انا كريدت وما عندناش بس الكلام ده يعني لا، مفيش. طيب اوكي. يعني طب انت دلوقتي قلت ان الجامعة برضو بتساعدك في حاجات معينة برضو ريليتد بالدراسة. فهل الجامعة نفسها بتوفر internships معينة بتخليك تسافر دول او مناطق معينة تبع الانترنز بتوعك، ولا هي بس بتساعد على مدار الترم الدراسي او على مدار السنة الدراسية نفسها في المواد وكده؟ طيب هقول لك بص هو موضوع الانترنشيبس ان الجامعه تجيب لك انترنشيب فالموضوع ده صعب جدا يعني مش ده اللي بيحصل. مش الجامعه هي اللي بتجيب لك انترنشيب. مهم. هي الفكره بس بتبقى في ان انت بتبقى عندك تواصل مع الدكاتره والدكاتره بيبقى عندهم تواصل مع ناس يعني في الاندستري او ساعات بيبقى في منهم اصلا في الاندستري. يعني احنا عندنا دكتور مثلا هي ماسكه دايركتور حاجه كده في شركه وهي في نفس الوقت دكتوره في الجامعه. فالدكاتره بيبقى عندهم كونكشنز كتير في الاندستري عموما. فهم اللي بيريفيروا الطالب للاندستري دي لو هم شايفينه شخص كويس. مهم. آم، بس فدي الحاجة البوينت الوحيدة اللي ممكن الجامعة تفيدك فيها لو انت عايز internship. ايه كمان انت كنت بتقول السفر. الجامعة فيها سمستر ابرود. سمستر ابرود ده لما هنيجي نتكلم عن المنح برضو المنحة بتكفر السمستر ابرود. بتروح مهم. تدرس ترم بره في جامعة انت تختارها بس تبقى جامعة من جامعات الاكستشينج اللي تبع الجامعة يعني. اها. آه، بس فبتقضي ترم بره بتدرس المواد وبترجع تاني المواد بتتحول لك تبقى ترانسفيرد يعني. و... وبتكمل عادي يعني في الاي يو سي بس بتاخد الترم ده بره يعني لو انت حابب. آم، بس لكن مثلا كانترنشيب كده من غير سبب الجامعه تدي لك انترنشيب فلا الموضوع صعب خالص مش موجود اصلا يعتبر. آم، بس وكمان في برضو يعني متطلبات التخرج في اغلب الميجرز عندنا بتبقى من ضمنها انترنشيب ان انت تعمل انترنشيب. ده كورس ب مهم. 3 كريدتس عادي زي اي ماده. ان انت لازم تنزل انترنشيب وتملى ريبورت. فغالبا اغلب الناس بتعرف تجيب الانترنشيب دي عشان الكورس ده يخلص يعني. سواء بقى مهم. بكونكشنز بعلاقات بنتورك بدكاتره كده يعني الموضوع بيمشي يعني. بس فالموضوع كله برضه في الاخر نتورك. اوكي تمام. طيب حاجة برضو ممكن في نسبة كبيرة أو شريحة كبيرة بتبقى مهتمة بيها، وهي بتبقى ال research opportunity من جوه الجامعة. يعني هل بيكون في اسمه ايه ده، مساعدة من جوه الجامعة عموما إن أنت ت- تبدأ أو الريسيرش بتاعك، أو إن هما بيدوك زقة إنك تقدر تبابلش في، لو في زي جورنال تبع الجامعة، او ان هم اصلا بيساعدوك ان هم الجورنال خارجي مثلا زي اي تريبل اي او حاجة. فهل ده متوفر في الجامعة، ولا تحتاج تبقى جهد شخصي منك؟ بص بقى موضوع الريسيرش ده موضوع كبير هنا في الجامعه برضه. فانا هتكلم عن 3 حاجات. اول حاجه الريسيرش جرانتس ماشي والريسيرش مع الدكاتره والببلشنج ماشي. تمام. اول حاجه الريسيرش جرانتس دي بتبقى تبع الاندر جراديويت اوفيس اوف ريسيرش عندنا هنا. ده يعني احنا هنتكلم عن اندر جراديويت دلوقتي مش الجراديويت. لو انت اندر جراديويت بيبقى في اوفيس اوف اندر جراديويت ريسيرش في الجامعه بيبقى مختص باي حاجه ليها علاقه بالاندر جراديويت ريسيرش. بيعمل مسابقات. المسابقات دي الناس بتسابق فيها في بيبرز وبيجيبوا دكاتره بيقيموا البيبرز دي. مهم. اتقبلت مثلا في كونفرنس او اتقبلت في جورنال او كده ومحتاج فلوس عشان تببلش البيبر دي او عشان تسافر او كده.
عشان تناقش البيبر يعني. بيبقى في حاجه اسمها ريسيرش جرانت. انا ما عنديش ديتيلز بس عن البروسيس بتاعت ان انت تقدم على ريسيرش جرانت يعني، بس هي موجوده. اها. بتاخد فلوس عشان تمول لك الجهد بتاعك ده يعني. مم. ده بالنسبه للجرانت. تاني حاجه ريسيرش مع الدكاتره. غالبا لما بتعمل ريسيرش عشان يجيت ببلشد او يبقى يتقبل في كونفرنس او كده، بيبقى يا اما مع الدكاتره يا اما مع معيدين. والمعيد غالبا بيبقى مع الدكتور يعني. المعيد بيبقى تبع الدكتور، وانت بتعمل الريسيرش تبع الدكتور والمعيد. بتبقى شغال حاجه اسمها ريسيرش اسيستنت، واسمك تقريبا بيتكتب في الورقه. انا مش متاكده قوي من الموضوع ده. هل انت اللي بتبقى شغال عليها فاسمك بيتكتب، ولا انت بتبقى شغال ريسيرش اسيستنت فاسمك بيتكتب؟ مش متاكده قوي. بس بتبقى شغال ريسيرش اسيستنت عموما يعني مع الدكتور. وده غالبا الطريق الوحيد للريسيرش يعني. ما اعتقدش ان في حد بيعمل ريسيرش مع نفسه كده. مهم. فانت بتروح للدكتور بشكل طوعي عادي يعني. انت كشخص اندر جاد بتروح بشكل طوعي ان انت تقول للدكتور ان انت عايز تشتغل معاه ريسيرش اسيستنت، ولو هو شايف فيك بوتنشال يعني هياخدك معاه عادي. خصوصا لو انت مهتم بنفس الفيلد اللي الدكتور ده مهتم بيه. بس فممكن ساعتها تشتغل ريسيرش اسيستنت واسمه ايه ده، وتقدم بقى البيبر بتاعتك في اماكن مختلفه. طبعا الدكتور بيبقى كو اوثر فيها هو لو في معيد برضو ساعدك في البيبر يعني. بس زي ما قلت لك الريسيرش جرانتس هي اللي بتساعد في الحاجات اللي بتبقى لو اتقبلت في حاجه يعني. اخر حاجه انا قلت اللي هو الببلشنج ريسيرش. في عندنا حاجه اسمها undergraduate research journal. هي جورنال تبع الجامعه. مهم. ممكن تبلش فيها ريسيرش بيبر. واحنا عندنا اصلا كورس في الريكويرمنتس بتاعت اي حد في اي ميجر في الجامعه اسمه ريت 1020. ده كورس ريسيرش يعني. كورس بنعمل فيه ريسيرش بيبر، بنكتب فيه طول السمستر ريسيرش بيبر. والريسيرش بيبر دي ممكن تاخدها اللي هي بتاعت الكورس، ممكن تاخدها تقدمها في الجورنال اللي انا بقول لك عليها دي. اها. وساعتها بيختاروا بين البيبرز، وبيختاروا بيبرز ينشروها للسنة يعني. وممكن تنشر حاجات تانية غير البيبر بتاعتك في الكورس يعني. ممكن تنشر حاجات تانية برضو. لو انت عامل بيبرز اوريدي قبل كده ممكن تقدمها للجورنال دي برضو وتنشر. انما كمساعدة ان الجامعة تساعدك مع جورنال بره، برضو ما اعتقدش ان الموضوع ده متاح يعني، الا لو انت مع دكتور او كده يعني. بس هو ممكن يرشدك في البروس. اوكي تمام. طيب كل الحاجات دي او خلينا نمسك اول حاجه. ايه هو الفرق الجوهري دلوقتي اللي انت شايفاه في الاي سي في جزء الريسيرش عن الجزء الحكومي؟ يعني انا برضو، انا لو رحت الدكتور من الدكتورز اللي عندي وقلت له ان انا عامل ريسيرش في الفيلد قريب من الفيلد بتاع حضرتك وعايز ان انا اشتغل مع حضرتك، يعني عشان حكومي ممكن تبقى دماغهم ناشفه شويه، بس برضو مهم. دي جزئيه ممكن عادي يتوافق عليها. فدلوقتي الفرق المحوري اوكي. هيكون بس ان مفيش جورنال للجامعة في الاغلب، الا لو هي اه. جامعة تقيلة موت يعني. ففي الاغلب مهم. مفيش جورنال للجامعة، وفي نفس الوقت برضو مفيش اسمه ريسيرش جرانت. مظبوط كده؟ غالبا والاوفيس برضو بتاع الاندر جرادويت ريسيرش، انت لو رحت لهم في اي اسيستنس هيساعدوك عادي. آم، فالاوفيس ده برضو اعتقد ان هو من ضمن الحاجات اللي بتفرق يعني. اها. اوكي تمام جدا. طيب، في إيه تاني ممكن احنا نتكلم فيه بالنسبة لللابس مثلا والحاجات اللي هي بتبقى موجودة في الجامعة؟ هل هي بتبقى حاجات اللي هو يعني ايه last modern things موجودة عموما في التك ديت في اللابس، ولا مهم. حاجات قديمة موت زي أغلب الجامعات القديمة فعليا؟ اوكي، بص هو انا ما خدتش لبس لحد دلوقتي ماشي. أها. يعني عشان احنا داتا ساينس فاحنا مش عندنا غير لابين بس، ما خدتش منهم ولا واحد لحد دلوقتي. آم، بس اسمه ايه ده، بس اللي انا بسمعه يعني من صحابي او اللي بشوفه كصور وكده، فاعتقد ان الحاجات بتبقى متجدده يعني بتبقى الحاجات جديده بصراحه. والعدد زي ما قلت لك قليل يعني. اللاب ما بيبقى يعني مثلا المحاضره بيبقى فيه 30 واحد، اللاب مهم. بيبقى فيه 15، ما بيبقاش فيه 30، بيبقى فيه 15. فالعدد قليل. واللاب بصراحه بتبقى مجهزه يعني. سواء كمبيوترز، لو انت مثلا شغال حاجه اي او كده، هتلاقي كمبيوترز قويه تستحمل الحاجات دي. مهم. سواء مثلا اللابات بتاعه الديجيتال ديزاين والفيزيكس والحاجات دي برضو، في حاجات الكترونكس ديجيتال اللي هي الديجيتال جيتس او لوجيك جيتس حاجه كده. مهم. دي برضو بتبقى حاجات مجهزه يعني في الديبارتمنت. بس فاعتقد بتفرق يعني. حاجات ما بتبقاش قديمه، لا بتبقى كلها شغاله يعني. وحتى لو حاجه مش شغاله فهي تتصلح عشان تشتغل، او بيجيب غيرها. فلا الجامعه هنا بصراحه مجهزه يعني.
آه، كنت اقول حاجه تانية، او مثلا لابات الكيمستري برضو بتعمل تجارب حرفيا، واللابات بتاعه الفيزيكس برضو بيبقى فيه تجربه كل لاب، كل اسبوع لازم بتعملها عشان تاخد الدرجه اصلا. فبتعمل التجربه حرفيا على ارض الواقع يعني، سواء كيمياء او فيزياء او الحاجات بتاعه الديجيتال ديزاين وكده. بس ده كل تعرضي لللابات يعني. اها، اوكي. طيب دلوقتي خلينا نتكلم اكتر على السكولرشيبس للجامعة، بحيث ان اه. انا كطالب دلوقتي انا بسمع السيشن، انا عرفت ان اليو سي جامعة جامدة جدا. بس انا دلوقتي انا برضو انا مش عارف انا ممكن ان انا ابقى موجود جوه ازاي من غير ما ادفع ال 2 مليون دولار اللي بيطلبوا كل سنة. ف انا دلوقتي خلينا نقول ان انا دلوقتي انا طالب في ثانوية عامة زيك بالظبط، وانا عايز ان انا اوكي. اخش الجامعة الامريكية. فايه هي الحاجات اللي انا هبقى محتاج ان انا اعملها يعني؟ آه، اوكي. اولا بص، هو الموضوع اختلف دلوقتي، ماشي؟ يعني بعد السنه بتاعتي انا حسيت ان الموضوع نوعا ما اختلف، ماشي؟ مهم. فانا هتكلم عن السنه بتاعتي وعن اللي حصل السنه اللي بعدها، اللي هي السنه دلوقتي دفعتكم يعني، تمام. دفعه 25. ماشي. اولا الجامعه كانت بتعتمد، كانت في الاول انا كنت فاكره ان هي بتعتمد على الستودنت اكتيفيتيز، بس الموضوع ما طلعش كده يعني. في 3 انواع من المنح عشان بس الموضوع يبقى منظم. في 3 انواع: في الاكسنس سكولرشيب، وفي بي اس اس اف سكولرشيب، وفي الدونر فاندد سكولرشيبس. ماشي. تمام. اول حاجه الاكسنس سكولرشيب، دي بتقبل اغلب كل الشهادات تقريبا، سواء اي جي، امريكان، ستيم، ثانويه عامه، كل الحاجات. وبتبقى متقسمه كاتيجوريز، بتاخد الخصم على حسب الكاتيجوري اللي انت داخل عليها. ماشي. الخصومات تمام. بتبقى كالتالي، يعني انا بقول الارقام قريبه عشان انا مش متاكده قوي. ممكن تسيب لينك الويب سايت، يعني هبعته لك. هيبقى موجود فيه كل المعلومات دي. اوكي. تمام. بيبقى فيه 5 كاتيجوريز، 5 او 4، مش فاكره. المهم، في الاكاديميك اتشيفمنت، دي كاتيجوري، اول كاتيجوري. في الناشونال سيرتيفيكت، في الارتس، وفي السبورتس. ماشي. تمام. وفي الليدرشيب. دول 5 كاتيجوريز في الاكسنس سكولرشيب. دول معناهم ايه بقى؟ ان كل كاتيجوري بيبقى ليها خصم معين. اوكي. وبيعتمد الخصم ده، يعني هو خصم بيبقى مثلا الاكاديميك اتشيفمنت من 40 ل 60%. ماشي. الليدرشيب 25%. الارتس تقريبا من 25 ل 40. وال والناشونال سيرتيفيكتس بتبقى من 20 ل 40. ماشي. تمام. فبيعتمد على ايه بقى؟ انت تاخد الخصم كامل اللي هو ال 60 كلها مثلا، ولا 50 ولا 40، وهكذا. ده بيعتمد على ان انت، ده برضه تقديري الشخصي يعني، انا مش الادميشن اوفيس فما اعرفش، بس انا بقول لك ده من تجربه يعني. مم. ان ده بيعتمد هل انت بتساتسفاي الكاتيجوري دي كلها ولا لا. الاكاديميك اتشيفمنت، لو انت جايب مجموع عالي قوي هتاخد ال 60% كلها. لو مجموعك اقل من الناس اللي مقدمه، مش قليل، اقل من الناس اللي مقدمه، فهتاخد الخصم اقل شويه، او ممكن ما تاخدوش اصلا. اه. ماشي. ده بالنسبه للاكاديميك اتشيفمنت، بالنسبه لموضوع المجموع في اكسلنس. طب يعني ثواني مثلا، بس، هو المجموع اللي انت جايبه ده المفروض يبقى رينج كام علشان اقول ان انت ممكن ما انا تاخد كنت لسه هقول. اوكي، سوري. لا، ولا يهمك. يعني مثلا السنه بتاعتي السكولرشيب كان في رينج ال 95 96 فيما اعلى. ماشي. مهم. ده اللي هو خد الخصم الكامل. السنه دي الموضوع رفع جامد، يعني السنه دي بدأ من 97 اصلا. مهم. فده نظرا لاختلاف التنسيق والحاجات دي يعني. بس فهو السنه دي الحد الادنى ارتفع. ماشي. ده بالنسبه للاكسلنس. اللي اقل من 95 بقى ما اخدش اكاديميك اتشيفمنت كامله، يعني اخد اكاديميك اتشيفمنت بس مش كامله. انا حلو. اعرف ناس 95 ما خدتش اصلا يعني. ما هو مش كله بيتقبل، انا بقول لك الناس اللي اتقبلت يعني، ما هو كله برضه مش بيتقبل. ف اها. وبقى ده السنه بتاعتنا مش السنه بتاعتكم. مهم. يعني السنه بتاعتكم انا اقل حد اعرفه مثلا 97 98. كنت هقول ايه؟ بعد كده بقى الكاتيجوريز التانية. ما هي الكاتيجوريز التانية دي اللي بتكمل لك الخصم 100% اصلا، حتى لو انت مش جايب مجموع عالي. اوكي. آم، يعني مثلا الليدرشيب دي سهل تاخدها لو انت تطوعت في اي حاجه حرفيا. اي حاجه ممكن تخليها leadership experience. الموضوع سهل جدا تاخد فيه leadership scholarship، يعني اللي هي 25%. آم،
كنت هقول ايه، بتسبميت letter of recommendation. ده على حسب الابلكيشن الجديده برضو، علشان انا ما شفتش الابلكيشن الجديده، انا الابلكيشن بتاعتي كانت ابلكيشن قديمه، فانا بشرح برضو على حسب اللي انا عارفاه. بتسبميت letter of recommendation، ماشي، ده في الابلكيشن الجديده. وبتسبميت فيديو بتتكلم فيه عن الاكسبيرينس بتاعت الليدرشيب. ده مهم. بالنسبه لجزء الليدرشيب. جزء الارتس بقى، جزء الارتس لازم طب بتسبميت خلينا بس بورتفوليو. نستوب في حتة الليدرشيب. يعني انا مش محتاج ان اوكي. انا ابقى ليدر حقيقي اللي هو واخد بوزيشن عالي في حاجة معينة. انا محتاج بس ابقى انا اتطوعت او ساعدت في البيئة بتاعتي عموما، صح؟ أم، يعني غالبا ما هي برضو دي بتبقى تجربة leadership، يعني انت بتحولها ان هي تبقى تجربة leadership، لان انت مثلا اكيد هتبقى بتليد تيم صغير على الاقل، يعني مش لازم التيم يبقى كبير، ده اللي انا قصدي بيه، ان هو انت مش لازم تبقى في بوزيشن انه التيم مش لازم يبقى كبير. يعني حتى لو انت بتليد جروب صغير او بتليد مجموعة ناس، او مثلا انت ليدر تحت ليدر، فاهم حاجة؟ مش لازم تبقى ليدر توب الهيراركي يعني. ايوه اه. مش لازم تبقى انت اللي اسست المنظمة التطوعية ايام الحرب. بالظبط اه. بالظبط. ده بالنسبة للليدرشيب. بالنسبة بقى للارتس، الارتس لازم تسبميت بورتفوليو بيقول انك مثلا بتعرف ترسم او بتعرف تكتب او بتعرف تلعب مثلا انسترومنت، مزيكا او كده. مهم. آم، بس فالارتس بتبقى لازم بورتفوليو، ولازم بعد ما تدخل الجامعة لازم تمنتين اللي انت كنت بتعمله ده قبل الجامعة، يعني لازم بتسبميت بورتفوليو اخر كل سمستر ان انت لسه مواظب على ان انت مثلا بترسم او بتصور او بتكتب او هكذا. آم، ده بالنسبة للأورتس. الأورتس تقريبا 25% برضو. وفي بقى بوينت هنا، أعرف ناس ما جابتش مجموع الأكاديميك أتشيفمنت كله، وعرفت عن طريق الأورتس إن هي تاخد الفول سكولرشيب. يعني كان المجموع أقل من 95%، ماشي، بس عرفت تاخد السكولرشيب فول بالأورتس، يعني من هي أخدت كاتيجوري الأورتس كلها. تمام. آم، ماشي. فزي ما قلت لك هم بيعوضوا بعض، وملهاش نسبة ثابتة، يعني مش يعني على حسب برضو الفندنج الموجود والادميشن اوفيس والناس ويقارنوهم ببعض والكلام ده. طيب ماشي. ده الاكسنس سكولرشيب، ده كل حاجة عن الاكسنس. طيب هو دلوقتي انت قلتي ان انا لازم لو انا هقدم على الارت فلازم كل سمستر ان انا اجي في اخر السمستر واعمل بورتفوليو ان انا لسه آه، اسمه ايه ده، مكمل في نفس الهواية دي او نفس الحاجة اللي كنت بعملها وانا اه بقدم. فليتس سي ان انا ما عملتش حاجة السمستر ده مثلا، فهل ده معناه ان السكولرشيب بتاعتي بتروح مني ولا؟ لا مش للدرجات دي، يعني هو بيبقى غالبا، انا برضه عشان ما افتيش، بس في تقديري الشخصي ان الموضوع مش مستاهل لدرجة ان هي تروح. آه، I think اعتقد، مش متأكدة، بيبقى violation، يعني انذار، بيديك انذار ان انت violate الموضوع ده. وغالبا الموضوع مبيبقاش صعب، يعني انت بتشارك اصلا already في student activities بيعملوا الحاجات دي، فبالتالي بتساتسفاي الشرط ده بسهولة يعني. اوكي تمام. طيب فاحنا دلوقتي لو هنيجي على للاكسلنس كلهم، فالليدرشيب احنا قلنا انها اسهل واحده، بتحتاج بس ان انت تبقى عملت اي فولنتري تقريبا. مهم. وجينا للاكسلنس وقلنا ان انت بتحتاج مجموع معين كبير جدا اوفر. مهم. ومش مهم اه. الستودنت اكتيفيتيز قوي مقارنه بالمجموع هنا. مهم. وقلنا برضو على الارتس ان انت بترفع ارتس بورتفوليو، كلهم بيكملوا بعض لو انت ما جالكش فول من الاكسلنس بتاعت المجموعه مره واحده. مهم. اوكي طيب بالظبط. بالنسبه للانجليش تيست مثلا، هل هو بيبقى ثابت ان هو يبقى طالب كان بيبقى طالب 6 في الايلتس تقريبا، صح؟ آم، انا مش متأكدة من سكورز قوي، برضو في فايل موجود فيه الكات اوف سكورز هبعتهولك، وبرضو ممكن تنزله يعني. بس المينيمم، برضو ممكن نتكلم في حتة الانجليش تيست دي. المينيمم هو اهم حاجة ان انت تساتسفاي المينيمم وخلاص، مش مهم السكور، يعني السكور لو عالي مش هيفرق معاك في حاجة، لو في ولا في قبول ولا في رفض. مهم. ولو السكور قليل برضو ده ما بيفرقش ولا في قبول ولا في رفض. فالسكور الانجليش مش اي علاقة، ملوش اي علاقة بالاكسبتنس. فانت المفروض تحقق الريكويرمنتس بس، ايه المفروض تحقق الريكويرمنت فيه بس. بالظبط، المينيمم بس. اوكي طيب. دلوقتي دي هي المنح اللي الجامعة نفسها كانت
بتوفرها، يعني بحيث ان انت تاخد الفاندنج ده من ال financial aid office بتاع الجامعة. طيب لو الايه انا الستاف لا اللي هو المنح بتاعت السكولرشيب. الاكسلنس، ايوه. اه فدي من الجامعة نفسها. طيب لو انا هتكلم على منح خارجية او كده، فاكيد مش هنمسك كل منحة نفصصها واحدة واحدة، بس خلينا نتكلم كاوفرول الدنيا اه. بتمشي ازاي يعني. طيب خليني الأول أتكلم عن PSSF وبعدين هتكلم عن المنح التانية. ماشي. اوكي تمام. PSSF دي المنحة اللي أنا أخدتها. PSSF والكاتيجوري بتاعة الأكاديميك أتشيفمنت من إكسلنس الاتنين تقريبا بيتعاملوا نفس المعاملة. يعني الاتنين بيحتاجوا مجموع عالي، يعني مش هقول خارق بس هو عالي. ماشي. وبيبقوا ميرلي بيزد اون اكاديميك اتشيفمنت، يعني ما لهمش اي علاقه بحاجه تانية غير الاكاديميك اتشيفمنت، سواء PSSF او الاكاديميك اتشيفمنت بتاع اكسلنس. ماشي. فالاثنين مهم. اللي بياخدوا فول سكولرشيب هنا او هنا بيبقى الموضوع معتمد اعتماد كلي وتام على المجموع. و PSSF ما فيهاش كاتيجوريز، يعني PSSF هي المجموع بس، الموضوع معتمد على المجموع بس. تمام. وبرضه في PSSF عددنا قليل شويه، يعني احنا 30. السمستر ده 30، السنه بتاعتي انا كنا 30، ما اعرفش السنه دي كانوا كام بصراحة، بس السنة بتاعتنا كانوا 30 واللي قبلنا كانوا 30 برضه. الإكسنس بتاخد عدد أكبر شوية عشان بتغطي الشهادات أكتر، فبتاخد عدد أكبر شوية. بس فده بالنسبة ل PSF. و PSF الأبلكيشن بتاعتها ما بتتطلبش حاجات كتير، يعني بتبقى الأبلكيشن الجامعة العادية يعني. وتقريبا أعتقد، مش عارفة في الأبلكيشن الجديد ده بيحتاجوا financial documents ولا لأ، مش متأكدة من الموضوع ده بصراحة. آم، نيجي بقى المنحة التانية اللي هي الدونر فند. الدونر فند دي بتبقى تمويل خارجي، مش تمويل من الجامعة، تمويل من دونر، يعني حد بيمول اللي اسمه ايه ده الطالب يعني. دي مهم. بقى بتبقى العدد فيها قليل قوي قوي، يعني كل دونر مثلا بياخد له اتنين تلاتة ساعات واحد. فما بيبقاش مثلا لو هي منحة واحدة مثلا، هي بتبقى منح بأسماء ناس، عشان الناس دي هي اللي بتدونيت للطالب. فكل واحد مثلا كل اسم بياخد له حد واحد أو اتنين أو تلاتة، فمش بيبقوا كتير. وكل سنة بيتغيروا، يعني مش كل سنة بيبقوا نفس الدونرز. وبس غالبا الشروط العامة بتاعتها بتبقى واحدة. هي بس اللي بتفرق eligibility criteria، اللي هي الكريتيريا اللي بتأهلك ان انت تدخل المنحة من الأول ولا لا. اللي هي بتبقى مثلا في منح مخصصة للفلسطينيين، في منح مخصصة مثلا للصعيد، في منح مخصصة معرفش ايه الحاجات دي، بس هي دي اللي بتفرق في الأول بس. وبعد كده المنح بتاعت الدونر كلها واحد حرفيا، يعني سواء المجموع برضه بتحتاج مجموع عالي، او باقي الكريتيريا بتبقى كلها واحد يعني. بس ودي برضو الابلكيشن بتاعتها تقريبا بتبقى ابلكيشن منفصله. و... ودي بقى بتصيغها financial documents، برضو هبعت لك اللينك بتاع البيج المكتوب فيه كل financial documents المطلوبه. و اوكي. بس يعني ده بالنسبه لكل المنح اللي في الجامعه حرفيا، كل الانواع الموجوده. في منحه طبعا تمورز ليدرز، لو عايزين نتكلم عنها برضو ممكن نتكلم عنها يعني. ممكن نبقى نخلي ليها سيشن لوحدها نتكلم عن ال AUC ماشي عموما. اوكي. فبس يعني. اوكي. آه، م- م- م. طيب بالنسبة دلوقتي يعني المنح الفل هي بتغطي التوتيشن كله، بس هل هي بتغطي السكن والانتقالات وكده، ولا ما بتغطيش كل ده؟ اه بص بقى، ده بقى دي حاجات مشتركه بين كل المنح، يعني اي منحه فل هتبقى بتغطي الحاجات دي كلها. اولا هي بتغطي السكن. ماشي. لو انت من بره القاهره والجيزه، عشان دي حاجه برضو مهمه، مهم. انه البطاقه بتاعتك وشهاده الثانويه بتاعتك لازم يبقوا من بره القاهره والجيزه عشان تعرف تاخد سكن. غير كده بيبقى الموضوع صعب، يعني سواء شهادتك مثلا من القاهره وانت ساكن في الموضوع بيبقى صعب قوي. لو شهادتك من مكان تاني بس انت بطاقتك في القاهره، ماشي الموضوع بيبقى سهل شويه، بس عموما انت بره القاهره والجيزه. ماشي. ده بالنسبه للسكن. تاني حاجه بالنسبه بيبقى فيه ستايبند او مصروف كل شهر، بيبقى من المنحه يعني. آم، ايه كمان. لو انت مش لو انت من القاهره والجيزه بقى، فبتاخد باص، يعني الباص ده بيبقى تبع الجامعه، ده باص الجامعه بيعدي على اماكن معينه. وانت ده المنحه بتبقى مغطياه يعني، مم. لو انت من القاهره والجيزه. لكن لو انت واخد سكن فالباص مش بيبقى متغطي لك يعني. بس دي الحاجات اللي المنحه بتغطيها يعني. بيبقى فيه تامين صحي برضو.
وبيبقى في ايه تاني؟ وزي ما قلت سمستر ابرود. لو انت طالع سمستر ابرود، المنحة بتغطي ايه بقى؟ بتغطي مصاريف الجامعة اللي بره بس، مش بتغطي حاجة تانية. يعني لا بتغطي لك طيران ولا سكن ولا أكل ولا مصروف ولا أي حاجة. ده بيبقى له منحة منفصلة بتقدم عليها لما تدخل الجامعة وتبقى هتقدم على السمستر أبرود. ده ليه منحة منفصلة يعني، بتغطي الحاجات دي برضه. أه بس فده بالنسبة للحاجات اللي المنحة بتكفرها. وعندنا في بي اس اس اف وفي اكسلنس في حاجة زيادة، عندنا 9 اكسترا كريدتس. دول بيبقوا 3 مواد المنحة بتغطيهم. لو مثلا حصل لك أي حاجة في مادة، مثلا سقطت في مادة، أو عايز تعيد مادة عشان تعلي الجي بي اي، أو عايز تاخد ماينر أو كده، ممكن تاخد من الناين اكسترا كريدتس دي، والمنحة عادي هتغطيهم يعني. بس اوكي تمام. طيب بس ده في بي اس دلوقتي اف واكسلنس بس، ايه؟ مش كل المنح يعني. ده في بي اس اس اف واكسلنس بس، مش كل المنح. اوكي تمام. طيب انا دلوقتي وانا بقدم على الابلكيشن بتاع الاي يو سي كان بيبقى فيه اساي اسمه واي اي يو سي، او ليه مختار الاي يو سي بالذات. فهل مم. الجامعة بتحب انها تشوف حاجة معينة في البني ادم، ولا هي بتحب الدايفرستي فعايزة تشوف حد، يعني عايزة تشوف شخصك الحقيقي بس، يعني او عايزة تشوف، عايزة تكمل الدايفرستي بتاعت الكامبس؟ آه ماشي. بص، هو ده سؤال صعب عشان مش هقدر افتي برضه هما بيبقوا عايزين ايه. بس على حسب الايساي اللي انا كتبته واتقبلت بيه يعني. وما اعتقدش ان الايساي حاجه فارقه قوي في الاكسبتنس. بس طبعا هو حاجه مهمه اكيد. آم، يعني انا كنت as real as possible. يعني كنت على قد ما اقدر حاولت اظهر بشخصيتي الحقيقيه يعني، وباللي انا عايزاه فعلا. وطبعا يعني شبه الايسايز بتاعت الواي اس في ادميشن اليو اس، انت بتحاول توري الجامعه ان انت عارف عنها، وان انت فعلا عايز الحاجات اللي جواها دي. مش انت عايز تدخل جامعة وخلاص، لا، انت عارف ان انت متارجت الحتة دي بالذات في الجامعة هنا بالذات، وان هي اللي بتوفرها. فانت محتاج، انت متارجت الجزء ده في الجامعة. فدي حاجة اعتقد ان هي عنصر مهم يعني. كان في الايساي بتاعي ان انا كنت متارجتة حاجة معينة في الجامعة اللي هي كانت الليبرال ارتس. وكنت مبينة في الايساي ان انا قريت بقى عن الموضوع وعرفت ان الجامعة عندها الموضوع ده، فانا متارجتاه والكلام ده. فاعتقد دي حتة مهمة يعني في الايساي. اوكي. يعني المهم ان انا اظهر بشخصي، ده اهم حاجه، انا ما ابقاش مصطنع، او ما ابقاش ان انا لابس وش حد تاني يعني. ايوه ايوه، عشان بيبان. اها. طيب لو انا دلوقتي طالب في ثانويه عامه يعني، خلاص مثلا هاجي على شهر 2 او 3، أو التقديم اصلا بيبقى امتى كفتره صحيح يعني كوقت؟ اه بيبقى في شهر 3 يعني، بالديدلاين في شهر 3. يعني انت مثلا دلوقتي داخل ثانوية عامة 26، دفعة 26. مهم. فالديدلاين بالنسبة لك في شهر 3 الجاي، ده الايرلي ديدلاين. تمام. ماشي. والريجولار ديدلاين بيبقى في شهر 6 السنة الجاية. فممكن تقدم في الاثنين عادي، مفيش فرق بين الاثنين على فكرة. مش ده مش بيدي أفضلية عن ده ولا حاجة، بس على حسب انت كنت مجهز الورق امتى بس. وممكن تقدم في الاثنين عادي يعني. فالايرلي في شهر 3 26، والريجولار واحد في شهر. تلاتة اه اها. 1/3/26، والريجولار 1/6/26. اوكي تمام. طيب انا دلوقتي، لو انا دلوقتي انا طالب في ثانويه عامه اهو، فايه هي الحاجات اللي انا هكون محتاج ان انا اعملها علشان اتقبل اي سي؟ مجرد ان انا اذاكر واجيب مجموع بس، صح؟ بصراحة يعني للأسف. فالبروجرامز والاكتيفيتيز وكده، يعني انا عرفت دلوقتي ان الفولنتيرنج مهم، فمحتاج ان انا ابقى عملت فولنتيرنج عموما علشان اخد حتى نسبه من الفند من الليدرشيب. لكن كبروجرامز وسوفت سكيلز وكده، فده مش بنفس أهمية المجموع، يعني يعتبر صفر في صفر على الشمال، مظبوط؟ بالظبط اوكي. آه... طيب دلوقتي احنا يعتبر خلصنا، فلو عندك اي ادفايس او حاجة حابة انك تقوليها يعني. ادفايس. مهم. ماشي. خذ آه خذ الحكمة من افواه.
مش عارف ايه الصعايدة اللي في اليو سي. ماشي. ممكن نصيحة واحدة أقولها عموما، يعني مش على الجامعة ولا حاجة. آه، إن فترة الجامعة دي أكتر فترة ممكن تكسبلور فيها نفسك. فادي لنفسك الفرصة إن أنت تكسبلور أنت عايز إيه أو أنت بتعمل إيه. ومش لازم أول ما تدخل الجامعة تبقى عارف أنت عايز إيه، عشان محدش بيبقى عارف كده. وادي لنفسك الفرصة إن أنت تكسبلور، علشان دي فترة أنت بتكسبلور فيها، ومش لازم تبقى محدد أنت هتعمل إيه. عشان كده في حاجة اسمها توهان ما بعد التخرج، فأنت بتبقى تايه بعد التخرج مش تايه وأنت في الجامعة. فالجامعة هي فترة للإكسبلوريشن. وإن أنت تعرف أصدقاء على قد ما تقدر، وتعمل connections على قد ما تقدر. وتenjoy your life بعد سنة صعبة جدا من الدراسة في ثانوية عامة يعني. بس. اوكي، شاكر جدا يا هاجر، يا باشمهندسة هاجر، عشان لازم ندي الناس أقدارها على وقتك يعني، وإن أنا سهرتك. ولا يهمك. فانبسطت أنا جدا إن استمتعت احنا أوي قعدنا يعني. صراحة يعني. وأنا كمان والله. إن كده نبقى خلصنا. وبس كده، السلام عليكم.